يوجد قرية للجن، وفي جعبة الكثير والكثير من القصص التي سمعتها من أبطالها. هذه القرية المخيفة قرية كبيرة وكل سكانها من الجن، وأحيانا يظهرون للناس، وإذا أحبوا شخصا يرونه القرية. ولكن اختلفت أمكنة القرية، بعض الناس يقولون في الصحراء، ومنهم من يقول أنها قرية مهجورة منذ زمن، وآخرون يقولون أنها قرية متنقلة، وإلى الآن لا أحد يعرف مكانها بالضبط. فمن الممكن أن تكون قريتك يا عزيزي المشاهد. سائق سيارة أجرة يكلمنا عن قصة صارت له، يمكن تكون غريبة شوي أو مرعبة. يقول السائق: كنت أشتغل مثل كل يوم بسيارتي، أطلب الرزق من الله سبحانه وتعالى وأرجع للبيت بوقت متأخر. يقول بيوم من الأيام قررت أرجع للبيت، بس كان الدخل قليل، وقلت الحمد لله والشكر. وأنا راجع بطريق للبيت شفت رجال يأشر لي وكأنه يريدني أوصله لمكان معين. وقفت للرجال، بس يا ليتني ما وقفت. ركب الرجال ومشيت، وقال لي: اقف، خلي يركبون زوجتي وأطفالي. يقول السائق: أنا وقفت بس ما شفت أحد، وقلت بنفسي يمكن هسه يجون. بس المصيبة انفتح باب السيارة الورا وانسد. أنا طليت ورا، والصدمة ما شفت أحد. الرجال قال لي: امشي. قلت له: وين أروح؟ امشي وأنا أدليك الطريق. أنا قمت أمشي وكل الطريق خايف ومرعوب، وأسب نفسي وأقول يا ليتني ما ركبتهم، والله لو ما وقفت أحسن. وبديت أقرأ آيات من القرآن، وفجأة الرجال تكلم وقال: لا تخاف، هذه زوجتي من الجن، وهي مسلمة، وعندي منها أطفال، ورايحين البيت أهلها. أنا بسرعة قلت: بيت أهلها؟ شلون عايشين هم مثل البشر؟ وشلون إنسان يتزوج جنية؟ قعدت أفكر بيني وبين نفسي: يا ترى شلون شكل بيت أهلها؟ وهل راح أطلع بسلام؟ قطع سلسلة أفكار الرجال وقال: أنا دليك الطريق. وعم الصمت بالمكان، والرجال كان يدلين الطريق حتى وصلنا قطعة أرض فارغة وحواليها بساتين مهجورة. نزل من السيارة، بس انطاني مبلغ كبير وشكرني وقال: انت بتعلم أحد بالسالفة ولا تدلي أحد على هذا المكان أبدا، هذه الأرض قرية يعيشون بها أهل زوجتي. يقول السائق: أنا ما سولفت السالفة لأي أحد. وانت يا عزيزي المشاهد، تتوقع هذه القصة كذب ولا حقيقة؟